صباح الخير أعزائي متابعي قناة عبير سبورت، بصبح عليكم من مدينة الغردقة وبالتحديد من منتجع نيفرلاند اللي تم افتتاحه أمس بحضور العديد من الشخصيات العامة ومحافظ البحر الأحمر ووزير السياحة والمالك للمجموعة الأستاذ كامل أبو علي صاحب مجموعة فنادق الباتروس في الغردقة. طبعا دي اكبر مدينة العاب مائية، فيها العاب للكبار، العاب للاطفال، فيها كل حاجة. انا انبسطت جدا اول ما جيت شفتها، واكيد طبعا هجيب الاسرة وهاجي طبعا، ولازم نقضي هنا اجازة نص السنة. ده الجزء بتاع الكيدز، هو جزء جميل جدا، يعتبر اكبر اكوا بارك الاطفال في الغردقة هنا. طبعا انا بحكم ان انا باجي كتير الغردقه وعارفه يعني معظم الفنادق هنا، ونزلت في اكتر من فندق قبل كده، فهي دي حقيقه فعلا يعني مش مجامله، يعني دي اكبر مدينه العاب مائيه للاطفال وللكبار ايضا. فيها 4 العاب للكبار، لعبه الفاميلي، ولعبة الكينج كوبرا، ولعبة السفاري، ألعاب كتير يعني. حقيقة أنا مش عارفة أقول لكم إيه ولا إيه، لكن في مجهود كتير معمول من الملك الأستاذ كامل أبو علي عشان يكبر حجم الاستثمارات بتاعته هنا في مدينة الغردقة. وبتعتبر الباتروس ديت مجموعة متميزة هنا في الغردقة، يعني في اكتر من فندق. يعني اكيد اللي جه الغردقه هنا قبل كده عارف الكلام ده، وعارف جوده الخدمه هنا في فنادق الباتروس. واهم حاجه بيحبها طبعا الاطفال، طبعا هي الاكوا بارك، يعني دي رقم 1 طبعا يعني. دي كانت جوله من نيفرلاند اكوا بارك، اللي انا من ساعه ما جيت مسمياها نيرولاند، مش عارفه ليه يعني. كل شويه انسى واقول نيرولاند، يعني صححت الاسم كتير على الفيديوهات امبارح. كل ما بطبع فيديو او كل ما بنشر فيديو بلاقي نفسي كاتبه نيرولاند، هي نيفرلاند مش نيرولاند يعني. جميله جدا. يعني انا بصراحه نفسي انزل العب شويه هنا في المكان ده، بس مفيش وقت يعني. اتمنى ان انتوا تيجوا تزوروا المكان وتستمتعوا بالالعاب.